أعزائي المشاهدين، قبل ما نبدأ في هذا اللقاء الشيق نقول لكم بسم الله الرحمن الرحيم وصباح الخير. صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا أهلنا، يا شيوخنا، يا عشائرنا، يا شبابنا ويا شعبنا. صباح الخير يا أيها الرجال الدين، صباح الخير يا الطيبين، صباح الخير يا رجال العراق، قواتنا الأمنية. تحياتنا للأمن الوطني البطل الذي يقتحم أوكار تجار المخدرات واللي دفع كثير من الشهداء. تحياتنا للعراق بلد الرافدين، بلد دجلة والفرات. من هذا المكان ومن هذا المضيف، مضيف البخت، مضيف قبيلة جميلة في بغداد، مضيف الشيخ أبو مهند. أبو مهند عنده تواصل وعنده مسؤوليات كثيرة، مسؤول مجلس عشائر قبيلة جميلة في بغداد وفي هذه المنطقة اللي تسمى الشارع العمل الشعبي العامرية. العامرية طبعا لها تاريخ بالرجال والناس الطيبين، ولكن اكو مآسي صارت بيها. ملجأ العامرية اللي راحوا ضحيته وزرناه شفنا المقابر، 404 قبر من الأطفال والنساء. أخذ بذاك الزمن صوت عالي بأن العامرية دفعت ثمن كبير ملجأ العامرية. احنا اليوم في صدد هذا البرنامج الإعلامي مع شيوخنا، مع عشائرنا ومع نسيجنا، مع أهلنا، مع أصحاب الدلة والفنجان، مع أهل الكرم والغيرة، عشائرنا. بالحرب كنا مال داعش يجون من منظمات دولية يطلبون صور من المعركة عن عشائرنا، شلون كان يقاتل عمره 70 سنة. شاهدت رجل كبير لازم البندقية ويقاتل. قلت له حجي وعوفها على ولدك وولدنا. قال لا ابويا، هاي معركة وجود، او نكون او لا نكون. هاي العبارة. العشائر تمرض لكن لا تموت. كم زعيم مر بالعراق، وكم حزب، وكم جنرال، وكم قائد ذهبوا الى الدنيا وبقت العشائر. بقى هذا النسيج اللي ارتديت العباء على مود طمعنا للبرنامج العشائري. هذا العباء الزي العربي الأصيل، عباءة شيوخنا، عباءة الستر، عباءة الكرم، عباءة الشجاعة، عباءة الصدق والحظ والبخت. هذه العباء. فإحنا ما زال برنامج عشائري. ارتديت العباء مع الشيخ أبو مهند. بعد قليل راح نذهب أنا والكادر إلى الشيخ أبو مهند لنجري وياه لقاء صحفي حول دور العشائر في الظرف الحالي. تعرفون دخلت علينا قوة الشر بعدد كبير من المشاكل، منها أرادوا يفككون نسيجنا بالمخدرات، منها الطائفية، ومنها السلاح المنفلت، المتاجرة بالأعضاء البشرية، الرمي العشوائي، الجرائم اللي تصير قتلوا سبب السلاح المنفلت. ولكن بفضل الله سنتين العراق بدون حكومة لزمتها العشائر. أولا نقدم أجمل التحيات والإجلال والكبرياء للشيخ أبو مهند باسمي شخصيا، الدكتور الإعلامي مجيد الموسوي، والمصور التلفزيوني محمد الخفاجي، والمحررة سرى العبيدي. شكرا شيخنا لاستقبالك وبارك الله بيك، والله يطيل بعمرك. دعانا هذا لله. تريد تعرف المشاهد شيخنا، احنا نعرفك وجايبين لك تكريم ضمن موافقات. تعرف شخصك الكريم للمشاهد، من هو أبو مهند؟ الحاج مجبل النواف، رئيس مجلس الشيوخ قبيلة الجميلة في بغداد وأطرافها، وشيخ عشيرة الجميلة ببغداد الكرخ وأطرافها، وممثل رئيس القبيلة في بغداد. ممثل الشيخ. نعم هذه احنا نعرف. شيخنا نريد تحكي لنا شوي نبذة مختصرة عن دوركم في هاي المنطقة كعشائر وشيوخة، يعني خليطة هنا شدة ورد نقدر نقول. لكن شلون التعاون؟ اكو كل عشيرة اخواني وكل قبيلة عندها سنايد. هسه الكوت 3 إمارات، ربيعة، زبيد، شمر، يتعاملون على سنينة ربيعة، ما تقبل غلط. هنا شلون تعاون؟ بالنسبة لمسؤوليتي ما تتحدد بس بالعامرية. أنا مسؤوليتي في بغداد، في جميع مناطق بغداد وأطراف بغداد، وعندنا تواصل مع الشيوخ عشائر العامرية. أيضا عندي علاقات طيبة معاهم ومتواصل وياهم، ويدعوني أحيانا، قلت ربعنا ينقلوني في بعض الشغلات اللي يحتاجون بها. إضافة لذلك رادوني بالمجلس، لكن والله لكثر مشاغلنا اعتذرت منهم. شيخنا تقدر تعرجلنا شوية على توجيهات وزير الداخلية
تعليمات العدة عزل من قطعة سلاح يسلمها مقابل مبلغ من المال، تبقى قطعة يطوب بها حيازه. هل بادرتوا هنا؟ بالنسبة لي أنا لحد الآن والله ما مبادر بهذا المجال، لأنه أصلا أنا ما أحمل سلاح، سلاحي الإيمان والقوة بالله العظيم. نعم. يعني الشيوخ الآخرين ما بادروا؟ ما عندك معلومة؟ ما عندي معلومة. شنو رأيك بهذا؟ والله هو هذا توجه إيجابي، ويفترض أن ينحصر السلاح بيد الدولة وبيد الناس اللي تعرف تتحكم بعقولها قبل ما تتحكم بالسلاح. فلا بأس أنه قرار حكيم وصائب، ويجب أنه ينحصر السلاح بيد الدولة والناس العقلاء أفضل ما يبقى منفلت، لأنه مردوداته عكسية عندما يكون السلاح منفلت. أي مردوداته راح تكون سلبية مع الأسف. شيخنا بالنسبة للي يجي من الحج الميت الطوبة يرمون، وهاي الطلقة المراجع الطو عليها دية يعني قتل نفس، هل وجهتوا من خلال يقول المجالس مدارس وجهتوا الشباب الابتعاد عن هاي الظاهرة الغير حضارية؟ والله أنا من شبابي ضد هذا التوجه وضد هاي الفعاليات الدخيلة، لأنه ما أنزل الله بها من سلطان. أنت احتفل بطريقتك الخاصة مو بالعتاد، وراحت لنا شباب خسائر بهذا المجال، لأنه سوء استخدام السلاح أحيانا بالمناسبات يؤدي إلى إزهاق أنفس، وهذا شيء مو صحيح. الاستعمار ذكي شيخنا أبو مهند، تنى عسكريا ودمر كل شيء في هذا البلد، الله ينتقم منهم. احتلنا عسكريا ونهى واجبه العسكري، دخل لنا المخدرات آفة العصر والسم القاتل. أرادوا من هذه المخدرات تمزيق شبابنا وتمزيق عقولنا والقضاء على ديننا، لكن ديننا قوي برعاية الله ورسوله. هذه ظاهرة المخدرات شيخنا أبو مهند استفحلت في الآونة الأخيرة، وقامت تدخل لنا 2 بدل كيسين، هسه 2 تدخل. وتحياتنا للأمن الوطني البطل اللي يكافح هاي العمليات المجرمة اللي يقوم بها بعض الخارجين عن القانون. شيخنا شنو بيش نحاربها هاي؟ والله أولا تحارب بالإيمان بالله وبتربية أولادنا التربية الإسلامية الصحيحة، ولتجنب مخاطر هذه الآفة اللي مع الأسف أصبحت مستشرية في مجتمعنا، وآفة خطيرة هذه جدا، لأنه تهدد كيان المجتمع. كيان المجتمع يهدد بها الزنا بالمحارم. أعوذ بالله. هو يفقد عقله الإنسان المتعاطي للمخدرات، يفقد عقله، واليفقد عقله يصبح كالمجنون. يدخل زنا بالمحارم، يا ساتر، الجرائم هاي اللي نشوف، تعني في يعني كل موضوع المخدرات كل سلبيات جملة وتفصيلا. فمحاربته يجب أن يحارب، ومرتكب المعصية هذه يجب أن يعاقب بأشد العقوبات. ماكو عراق اليوم يحشمه واحد، نفسه وضميره تحشمه. هذه الآفة تحارب كالآتي: الأمن الوطني، الإعلام، العشائر، المنابر الحسينية، المؤذنين والقوات الأمنية. هاي تحارب بالعقل والتوعية وبالقضاء على ظاهرة المخدرات. هو التعاون، ما تحارب. داعش حاربنا بالسلاح، لأن ذاك زمر إرهابية مجرمة نشوفها على الحدود نقتله. هاي مخفية، لازم نحاربها بعقولنا وصبرنا وإيماننا بالله ورسوله. شيخنا الدقة العشائرية برأيك شنو تحليلك كشيخ وكمطلع على الأمور؟ قبل يستخدمون الدقة كتنبيه، ورور طلقة وحدة، وروايات كثيرة، يقول واحد يشتخ خنجر بالباب، ذاك يقول يضرب طلقة فوق، هذا يدز له فد رسالة وبيها طلق، أشكال روايات. نريد مفهومك للدقة، هل هي صحيح؟ هل يقبلها ديننا وحضارتنا؟ احنا عندنا بالغربية ما نقول دقة، نقول اليوم أنا أبيت في بيت فلان، لأنه بيني وبينه طلابة، فيسمونه بيات. هي يعني مع الأسف،
وكانت بنسبة جدا ضئيلة، لكن أيضا بالآونة الأخيرة استفحلت، بس الدولة عالجتها بعقوبات 2 إرهاب أعتقد بالنسبة هذا للسلاح المنفلت. أكيد السلاح المنفلت، لو السلاح لا بيد الناس العقلاء وبيد الدولة أكيد ما راح يصير دقة عشائرية. فهاي أيضا مفهوم خاطئ غير منسجم مع القيم الإسلامية. شيخنا أخذوك نقل أو رحت بطلابة، إيش قد كان الفصل وأنت قاعد؟ بس لا تسمي العشيرة. بقى بذاكرتي رحت في يوم فصل مع بين جميلة وعشيرة أخرى. الموضوع مجرد أنه 2 دائرة متخاصمين، اللي جميلي ضارب ذاك راشدي يعني لأنه حالة ساعة غضب. احنا رحنا عدد قليل، لأنه حجم الموضوع هو مو بمستوى أنه تنقل ناس هواية. من رحنا هناك لقينا المضيف مليان مو أقل من بيت زلمة. والفصل أول ما طلب الشيخهم العام 300 مليون، بعد التي والتي نزل إلى رقم متواضع وقبلنا ال 300 صارت 5 ملايين. وهذا فصل الراشدي 5 ما يتجاوز السن، لعد لو يضربوك اللغش قد. شيخنا أقرب شخصية عشائرية لأبو مهند؟ والله بالنسبة للشيوخ الفاعلة هنا في بغداد الشيخ كاظم الشبلي، أبو عامر، أيضا شيوخ البكاهية أيضا من البعامر، منهم الشيخ سعد أبو محمد والشيخ هادي أبو هذال، وكلهم ما شاء الله. عندهم مضيف عامر بحي الفرات، مضيف الحظ والبخت، يستقبلون به الناس يوميا، ويعني يحاولون قدر الإمكان حل مشاكل الناس ضمن حدود إمكانياتهم. منو اللي هنا عشائر اليمك أكثر شيء؟ العامرية والله الشيخ ناطق السعدون من المنتفج، من الناصرية. لا هم ناصرية، بصرة، كوت. بيت السعدون ما كان تواجدهم. ناطق السعدون، عبد الستار الشلال العقيدي شيخ عشيرة البخابور، سامي اللهيبي أبو عبد الرحمن أحد الشيوخ اللهيب، واكو هواية شيوخ الحظ والبخت يقولون اللي يمثلون المجتمع هنا بالعامرية. عندك شيء تضيفه؟ والله أنا أشكر الدكتور مجيد الموسوي على هذا اللقاء المثمر الجيد المنسجم، اللقاء الذي من خلاله تتعمق أواصر صلة الرحم بين العشائر العراقية، إضافة إلى ذلك المشاهد أيضا راح يتعرف على السياقات والقيم العشائرية وحلول المشاكل التي تحدث بالمجتمع من خلال المجالس العشائرية. فما شاء الله برنامج حلو شيق وإنساني، وبارك الله بكم وكثر الله من أمثالكم، وحياكم الله وبياكم. أولا نشكر سعة صدرك شيخنا، ونشكر استقبالك لنا، ونشكر تفرغك لنا. إخواني أعرفكم مرة أخرى بشخصية الشيخ أبو مهند. هذا شيخ عام على بغداد جميلة، إضافة لهذا عنده كثير من المسؤوليات، يعني والرجل يأخذونه حتى نقل وهاي، لأنه شخصية معروفة ورزنة وصاحب حظ وبخت، ويتكلم بالحظ والبخت، وهسه العالم محتاجة لهيك إنسان يقول لك وين اللي يحكي الحظ والبخت، يدورون عليه لكن موجودين. راح تكون رسالتنا من منطقة العامرية، شارع العمل الشعبي، من مضيف البخت مضيف الشيخ أبو مهند. نقول لكم في أمان الله، ولكن نرجع ونقول انتظرونا يوم غدا الساعة 10 صباحا نوافيكم بالتفاصيل هذه الجولة الإعلامية وتكريم الشيخ أبو مهند. شكرا لكم.